طالع من رمضان تخنان ولا يهمك، قررت تعوض، عاش. عشان كده خدت قرار انك تبدأ صيام متقطع. لنا هنا وقفة، فانت جاي بقالك 30 يوم عامل صيام متقطع، وبدل ما تخس تخنت يا بطل. اظن مفيش فرصة احسن من كده نناقش فيها اشهر 5 اخطاء بتبوظ علينا الصيام المتقطع وما بينوبنا الا الجوع. نمرة 1، القهوة الكتير، القهوة بسكر، القهوة بكريمر، القهوة بلبن، لانه القهوة الكتير للأسف بتزود مقاومة الانسولين. نمرة 2، تصوم بقى وتقول انا بقالي 16 ساعة صايم، اكل نفسي بيه في الويندو بتاع الايتنج، افطر على اكل نوتي، ما انا بقالي قد كده قافل بقي. هو ده بالظبط اللي حصل في رمضان وخرب الدنيا. نمرة 3، انك تخش في الصيام مرة واحدة، بالذات بالساعات الطويلة 18 و20 و22 ساعة. لازم يكون بالتدريج عشان ما يرفعش معاك الكورتيزول. نمرة 4، قلة النوم، وأظن مفيش دليل أقوى من رمضان. نمرة 5، نقص فيتامين د.